بيبدأ الفيلم في غابة وبنلمح كام دبانة كده طايرين فوق حاجة شكلها كده جثة، وبعدها بنشوف اتنين بيحبوا بعض، أليكس وجين، وهما بيحضروا نفسهم علشان يطلعوا رحلة تخييم في حتة زي الغابات كده. قبل ما يتحركوا وهم خلاص ركبوا العربية، أليكس بيقول كام نكتة كده علشان يفك الدنيا شوية، وهما في السكة جين بتبان إنها متكدرة حبتين. أليكس لما لمح إنها كده قام مشغل مزيكا علشان يحرك الجو. هي في الأول ما كانتش طايقاها، بس ثواني ودخلت في المود وبدأت تتبسط. بياخدوا وقت على ما يوصلوا المكان اللي قاصدينه، وهناك بيلاقوا حتة بتأجر مراكب. أول ما بيدخلوا بيسألوا لو في حد ممكن يساعدهم. بيظهر راجل اسمه رينجر وبيطلب منهم يصبروا شوية علشان مشغول. أليكس بيقول إنه حاجز باسم لويس، فالراجل بيتلخبط كده. أليكس بيوضح له إن اسمه بالكامل أليكس لويس، وهو بيمضي على الورق. جيم بتبص بصة على كام مجلة في المحل. رينجر بينبه عليهم ان المركب لازم ترجع بالكتير يوم الاثنين. أليكس بيرد وهو متضايق كده او مش على بعضه، لانهم لازم يرجعوا بدري علشان شغل يوم الثلاث. رينجر بيعرض عليه خريطة، بس أليكس بيرفض في ساعتها. الراجل بيكشر وبيسأله هو بيهزر ولا ايه. أليكس بيأكد له انه حافظ المحمية دي صم. رينجر بيحذره ان ده اخر الموسم والجو ممكن يقلب ويبقى وحش. أليكس بيرد بتريقة وبيقول له يبقى كده وفرنا الدنيا على نفرين. فرينجر بابتسامة سخرية بيقول له تمام، وبيهزر معاه وبيقول له مفيش خريطة، وبيسألهم رايحين فين. أليكس بيقول إنهم رايحين طريق بلاك فوت علشان يوري المكان لصاحبته علشان دي أول مرة ليها، وهو عاوز كل حاجة تبقى تمام التمام. رينجر بيرزعهم الخبر الوحش وبيقول لهم إن الجزء ده من الغابة مقفول من أول السنة. أليكس وهو مش مصدق نفسه بيسأل ليه، فرينجر بيشرح له إن حصل هناك بلاوي تخريب كتير وده اللي خلاهم يقفلوه، وبيأكد عليهم إنهم المفروض ما يروحوش. بس أليكس بيرد عليه بعصبية إن الرحلة دي متخطط لها مخصوص علشان الحتة دي بالذات. رينجر في الآخر بيوافق، بس بيطلب $500 على كل واحد، وبيحذرهم من غرامة $6000 لو اتقفشوا. قبل ما يمشوا رينجر بيديهم شنطة إسعافات أولية ببلاش، وبيوصلوا بعد كده مكان الركوب. وجين لسه برضه مش متحمسة قوي ومش راضية تسيب الموبايل من إيدها. أليكس بيقترح ياخدوا صورة علشان تستغل الموبايل صح، وبعد ما بياخدوا الصورة بدأوا رحلتهم بالكانو. وهما بيجدفوا في النهر بيقابلوا اتنين تانيين شكلهم مريبين كده، بيعدوا من جنبهم وهم مبتسمين وبيقولوا لهم طريق السلامة. بيكملوا تجديف وجين شكلها مش مرتاحة لسه، بس أليكس بيشاور لها على المناظر الطبيعية فبتروق شوية. بيوصلوا الجزيرة بعد كده، وأليكس وهو بيشد الكانو بيتزحلق منه ورجله بتتخبط جامد وبيتأوه من الوجع، بس بيقول انه كويس. لما جيم بتسأله بيديها صفارة علشان أمانها، وهي بتوري له سبراي بتاع تعابين جايباه معاها. أليكس بيسألها جابته امتى ده، وبيقول انهم مش هيحتاجوه، بس هي بترد عليه بسؤال وبتقول له يعني انت عاوزني افضل متوترة؟ فبيوافق وبيركب السبراي في حزام وسطها. وهو بيقلب في حاجتهم بيلاقي شمروخ فبيتضايق، بس بيتفهم قلقها. بعد كده بيبدأوا يتمشوا في الغابة، وجين بتبص حواليها وهي قلقانة. أليكس بيطمنها وبيقول لها مش هيشوفوا حاجة أكبر من سنجاب، وبيقابلوا ناس تانية بتتمشى فبيقرروا ياخدوا استراحة ياكلوا فيها حاجة خفيفة. بيوصلوا حتة فيها كنبات خشب ونار قايدة جاهزة، فبيقرروا ينصبوا الخيمة بتاعتهم هناك. أليكس بيولع النار وبيقعدوا يدردشوا شوية لحد ما بيقترح ينزلوا يعوموا في البحيرة، وهي بتتردد في الأول بس هو بيقنعها. وهم واقفين على حافة جرف أليكس بينط بسرعة وبيعوموا وبيرجعوا المخيم تاني، والدنيا خلاص بقت بالليل. أليكس بيقول إنه هيروح يلم حطب وبيرفض مساعدة جين، وبيقول لها إنه راجع على طول. جين بتقعد لوحدها مستمتعة بالطبيعة لما صوت عصافير بيلفت انتباهها. فجأة بيظهر راجل جنبها بينادي عليها، والمشهد بيتقطع على أليكس اللي بيكون بيقطع خشب وراجع على المخيم. وهو بيقرب بيسمع جيم بتتكلم مع حد غريب، بيرمي الخشب على الأرض وبيقطع عليهم الكلام. جيم بتعرفه على براد صاحبها الجديد. براد بيسأله إذا كان كويس، وأليكس بيرد وبيقول أيوة تمام. أليكس بيسأله هو معدي بس من هنا، وبراد بيقول له أيوة، وبيوضح إنه شاف جين لوحدها فجاي يعرض عليها مساعدة. جين بتعلق وبتقول إنه متربي في المحمية دي وبيصطاد سمك كتير وبتعزمه على العشاء. براد بيهزر وبيقول إنه ما كانش هياكل لوحده أصلا. أليكس بعدها بيقول إنه هيدخل يغير هدومه، وبيشاور لجين تدخل معاه الخيمة. بيسألها هي مرتاحة لبراد ده، وبيقول لها ده ممكن يطلع سفاح ولا حاجة. هي بترد عليه وبتقول له ده مجرد واحد كان في الغابة وخلاص. أليكس بيناقشها إن براد كذب بخصوص إنه عايش هنا لأن المكان سياحي يعني. بيسألها هي اللي عزمته ولا هو اللي عزم نفسه، وهي بتقول إن هي اللي عزمته، بس لو هو مش مرتاح هتطلب منه يمشي. أليكس بيقول مش لازم، بس جيم بتصمم. براد حس إن الجو اتكهرب فبيقول إنه هيمشي، بس الاتنين بيعزموا عليه يقعد مرة تانية. أليكس بيقول إن ده كان سوء تفاهم، وبراد بيوافق وبيجهز السمك، وهو بيطلع سكينة كبيرة بتخلي أليكس يقلق. وبالليل حوالين نار المخيم أليكس بيعلق إنه كان فاكر إن الصيد هنا ممنوع. براد بيبتسم وبيرد عليه وبيقول له هنا بقى قانون الغابة، البقاء للأقوى. بعدها براد بيسأل أليكس بيشتغل إيه،
وهو بيقول بإحراج كده إنه شغال مع واحد صاحبه عنده شركة سياحة. براد بيسأله إذا كان مكسيكي وبيقول إن الشغلانة دي عادة المكسيكيين هم اللي بيعملوها. وجين بتحاول ترفع من معنوياته شوية وبتقوله إنه قريب هيبقى عنده شركته الخاصة. الجو بيتوتر لحد ما أليكس بدأ يشكر في السمك وبيجامل براد، وبراد بيرد عليه إنه كان بس محظوظ. براد بيسألهم بعد كده عندهم حاجة ياكلوها مع السمك، وجيم بتقول عندهم بطاطس وخضار. أليكس بيقترح خضار بس براد بياخد الكرة في ملعبه وتقريبا بيجبر أليكس يختار بطاطس. جيم بتروح تجيبها وبتسيب الاتنين لوحدهم. أليكس بيسأل براد هو أيرلندي، فبيقولوا إنه من مقاطعة تيبيراري. أليكس بيسأله هو قاعد في المكسيك بس براد بيتجاهله. أليكس اللي عاوز يعرف عنه حاجات كتيرة بيسأله سؤال تاني عن شغله، وبراد بيرد إنه مرشد سياحي محلي. براد هنا بيسأله هم مجرد ناس بتخيم وخلاص؟ أليكس بيرد إنهم بس خدوا كام يوم أجازة يرتاحوا من دوشة المدينة، وبيسألوا المرشد في الغابة بياخد كام. براد بيقوله إنه لسه مش عارف وهيعرف لما يقبض. وجين بترجع بالبطاطس وبراد بيبدأ يتصرف بغرابة وبيخلي الاتنين مش مرتاحين. بيسألهم عن خططهم وأليكس بيقول إنهم جايين يستجموا. براد بيقول باستفزاز إنه لو كان عنده صاحبة زي جين كان وداها أماكن أحسن من كده. أليكس بيتضايق وبراد بيتكلم عن طريق بلاك فوت وبيقول إن في هناك سهم متجمد، وبيصمم على جين إنها توافق عليه إنه يكون مرشدهم لهناك. هي بتقوله إنه معاها واحد خلاص، بس براد بيتصرف كأنه مش سامع. الاتنين واضح إنهم متضايقين جدا، وبراد بيستعد علشان يمشي وبيشكرهم على العشاء، بس بيرجع تاني وبيسأل عن سوء التفاهم اللي أليكس قاله. بيزنق أليكس اللي هو حاسس بتهديد، بيقول إنه بس شك علشان براد ممكن يكون خطر ولا حاجة. وبراد بيمشي بس قبلها بيوطي ياخد حتة من هدوم جين من على الأرض، وبسخرية بيقول إن دي بتاعتها، فبيبوظ الجو أكتر وأكتر. أليكس بيكون شكله متعصب جدا، وجين بتسأل المفروض يقلقه، وأليكس بيقول لا ده مجرد واحد غريب الأطوار، بس بياخد الفاس بتاعته كإجراء احتياطي. وتاني يوم الصبح أليكس بيعمل قهوة وجين بتنضم ليه وبيكملوا مشي، وهي بتسأل إيه المميز في بلاك فوت وليه الاسم ده. أليكس بيشرح إن الناس القدام سموه كده علشان جنب البحيرة والأرض لونها أسود، وهما ماشيين جين بتسبق، وأليكس بيشوف أثر رجل ضخم على الأرض بس ما بيقولش حاجة علشان ما يخوفهاش. في الآخر بيخبط في حاجة وبيحس بوجع فظيع لكنه مش بيشتكي، وبالليل بينصبوا مخيم تاني، وأليكس بيبص على رجله وبيكتشف إن ضافر من ضوافر رجله طار، وجين بتطلب تشوفه بس بتقرف منه جدا. وأليكس بيشتكي من الوجع وهي بتجيب شنطة الإسعافات الأولية وبتطهر له الجرح وبتصب مية أكسجين، وهو بيتأوه من الوجع بس بيفوق بسرعة. الجرح شكله خطير، وجيم بتعمل له رباط وبيهزروا وبيضحكوا بعد كده، وبعدين بيروحوا في النوم. بس جيم مش عارفة تنام خالص من صوت تكسير فروع شجر. بتنادي على أليكس اللي بيصحى، بيقول لها أكيد دي مجرد سناجب، بس الصوت بيعلى قوي لدرجة إن أليكس بدأ يقلق هو كمان، وبيقول لا دي مش سناجب. جيم بتسأل ممكن يكون براد، وهو بيقول ما يعرفش، وبيسمعوا شوية كمان، بس أليكس بيقرر يرجع ينام وبيقول كله هيبقى تمام. وتاني يوم الصبح أليكس بيلاقي كام شجرة متكسرين جنب الخيمة، وجيم بتقول ما كانوش كده امبارح بالليل، وهو بيوافقها، وعلى طول بتطلب انهم يمشوا وشايفه ان المكان خطير. أليكس بيطلب منها ما تبالغش قوي كده، بس هي بتسأله هم السناجب ممكن يعملوا كده؟ هو بيحاول يهديها علشان هو استنى الرحلة دي كتير جدا وإنها تحبها قوي لما يوصلوا. في الآخر بتوافق وبيكملوا طريقهم. وهما ماشيين وبيتكلموا، أليكس فجأة بيقف، بيمشي لقدام شوية وبيلقط شوية توت أحمر وبيقول إنهم ممكن ياكلوه. بيعرض عليها شوية بس جين بترفض وبتقول يمكن حيوان عمل بتبيع عليهم ولا حاجة. بتقف وبتسأله إيه الريحة الغريبة دي. أليكس بيبص حواليه وبيقول مفيش حاجة، بس هي بتمشي ورا الريحة وبتلاقي غزالة ميتة. أليكس بيبان عليه مرعوب، يمكن عارف إيه اللي عمل في الحيوان كده. بيكملوا طريقهم بعد كده، والجين بتعاني علشان تعدي بين فروع الشجر، وفي الآخر بتقع. أليكس عمال بيزعق وهي بتقوم وبتروح له، بيهزر بس هي مش مبسوطة. بيسألها هي كويسة وهي بتقول أيوة، وأليكس بيمسح لها وشها وبدأوا يتسلقوا التل. هو متحمس بس هي لأ. بيوصلوا لقمة التل وبيتصدموا لما بيلاقوا غابة تانية قدامهم، وجيم بتسأل فين البحيرة. أليكس بيقول إنه كان متأكد من الطريق، وبيدخل في حالة هياج وبيشتم وبيسأل ايه اللي بيحصل وهو متلخبط قوي كده. جيم بتسأله هو جاب خريطة، وهو بيقول عمره ما احتاج واحدة. بتقول انهم محتاجين واحدة دلوقتي، وبدأت تتوتر وبتسأله هم فين دلوقتي وهو مش عارف. بتفكروا انه قال انه كان هنا كذا مرة، وهو بيعترف لها انه كان هنا ايام المدرسة. جيم بتدور على الموبايل بتاعها، بس أليكس بيقول لها انه شاله من الشنطة وسابه في العربية علشان ما تستخدموش طول المشي. بتقوله انها جايباه بس للامان، وهو بيرد عليها انه ما كانش هيفيد بحاجه علشان ما فيش شبكه. بتساله هيخرجوا من هنا ازاي دلوقتي من غير خريطه ولا موبايل،
وبدأت تلومه. بتسأله ليه كان عاوز يجيبها كل المسافة دي في أول رحلة تخييم ليهم، وبتقول إن دي كانت غلطة وإنه بوظ كل حاجة علشان يستعرض نفسه، وبتوصفه بالفاشل. وأليكس بيسمع وهو ساكت. بتقول له إنه حتى مش مهتم، وهو بوش حزين كده بيعترف لها إنه كان هيطلب إيدها للجواز. جين بتتخض وهو بيمشي بعيد، وبعد ساعات بيقعد جنبها وهي بتعتذر له وبتقول إنها ما كانتش تعرف. بيقول لها عادي وبيقترح يخيمه هناك لحد الصبح. وبالليل أليكس بيربط الخيمة في شجرة وبيسمع أصوات في الغابة، لكنه برضه مش مهتم. وتاني يوم الصبح خيال بيظهر جنب الخيمة، بس هم مش بياخدوا بالهم. لما بيصحوا بيلاقوا هدومهم متقطعة. جين بتسأل هو ده كان راكون، وأليكس بيقول لها لا، هي زهقت من الكذب فبتطلب منه الحقيقة. بعدها بيقترح يرجعوا كملوا مشي، وبيرجعوا للطريق وهي بتسأله هم كده ماشيين صح؟ بيقول لها أيوة بس شكله متلخبط جدا. بتسأل هل هم محتاجين يرجعوا، وهو بيقول لها برضه لا. هي بتاخد المقدمة وشوية وبيقفوا يشربوا مية. جين بتشوف أثر رجل ضخم وبتسأله ده حيوان إيه لأنه كبير قوي. أليكس بيقول لها ده دب. هي بتترعب جدا بس بتحافظ على هدوءها وبتقول لازم يمشوا قبل ما الدنيا تليل. وبالليل حوالين النار أليكس بيقول إنه ندم على كل حاجة. بيسألها الكلام اللي قالته كان بجد، وهي بتقول له لا، ما كانش المفروض تقوله. أليكس بيقول لها لو عاوزة تشوف خاتم الخطوبة. جين في الأول بتوافق بس بسرعة بترفض الفكرة، وبتوضح إنها تفضل تلبسه لما يخرجوا أخيرا من الغابة. بيتصالحوا لكنهم فجأة بيسمعوا أصوات فروع شجر بتتكسر. جين بتفتكر إنه ممكن يكون دب، وأليكس بيزعق علشان يحاول يخوفه. خايفين يكون حيوان مفترس خارج عن السيطرة، فبيقرروا يرجعوا الخيمة. وتاني يوم أليكس بيصحى وبيطبطب على جين وبيهزر وبيقول لها ده وقت هايل نتصل بفندق فخم. وبعدها وهو بيفتح سوستة الخيمة بيشوف دب اسود كبير بره. بيقول لها تفضل ساكتة والحيوان بيقرب. بيفتح السوستة تاني والدب مكمل ناحيتهم. أليكس بيدور على الفاس بتاعته بس بيفتكر انه سابها جنب النار. جيم بتمسك سبراي الدببة علشان تحمي نفسها، وأليكس متجمد في مكانه. الدب بيلف حوالين الخيمة وبيشمشم فيهم، وفجأة بيهجم على الخيمة وبيحاول يمسكهم. بيصرخوا والدب بيخربش دراع جين. أليكس بيزق جين وراه وبيزعق علشان يخوف الحيوان، بس الدب بيهجم بشراسة وبيعضه في رجله. أليكس بيصرخ من الوجع، والجين بسرعة بتمسك سبراي الدببة وبتنجح إنها تخوف الحيوان وبتبعده. وبعدها بتعمل إسعافات أولية لصاحبها وبتربط له رباط ضاغط، وده بيخليه يعيط أكتر. بيقول لها إنه هيموت بس هي بتهديه. والدب بيرجع وبيسحب أليكس وبيهجم عليه وبياكله، وهو بيترجاها تهرب. هي بتقف متجمدة وبتسمع صراخه. أخيرا بتخرج من الخيمة وبتلاقي نفسها وش في وش مع الدب اللي لسه بياكل أليكس. بتمسك علبة خاتم الخطوبة اللي اختاره لها، بس كل اللي بتفكر فيه إنها تهرب وخلاص. بتجري في الغابة وبتقع وبتتدحرج لحد ما راسها بتتخبط وبيغمى عليها. لما بتفوق بتزحف وبتنادي على أي حد يساعدها، وبعدها كتقدير لأليكس بتقرر تلبس خاتم الخطوبة اللي كان مختاره لها. وهي حاسة إنه حتى وهو غايب كل تفصيلة لها معنى خاص، وبتترعش من البرد. الجوع بيعذبها وحاسة بوجع في دراعها المتعور، وده بيخلي وضعها يائس أكتر. بعد كده بتسمع أصوات بتنادي وبدأت تجري. خدت بالها إن الدنيا بتليل فبتقرر تتسلق شجرة علشان تنقذ نفسها. في الآخر بتنام، وتاني يوم الصبح بتصحى على صوت هليكوبتر. بتصرخ علشان حد يساعدها بس بتطير بعيد. هي دلوقتي بتكون ضعيفة ومش متحفزة، بس بتكمل مشي لحد ما بتلاقي بير مية صغير. بتشرب المية وبتبص على الجرح اللي في دراعها واللي شكله بشع. بتغطس دراعها في المية وبتربط عليه قماشة. بعد كده بتقعد تحت فروع شجرة والدموع نازلة على خدها، واليأس طب عليها زي الظل خلاها حاسة إن كل حاجة ضاعت. بتلاقي التوت الأحمر وبدأت تاكله، والدب بيرجع وبيطاردها. هي بسرعة بتجري على شلال بتحاول تخوفه بالصفارة بس بتستفزه أكتر. بتنزل الشلال على الصخور اللي بتزحلق وبتقع ورجلها بتتكسر. ومع التوتر الشديد جين مش حاسة بالوجع، وبتمسك فروع شجرة علشان تعمل جبيرة، بس بعدها بيغمى عليها. وبالليل بتولع الشمروخ وبتهزه بس ما بيعملش حاجة. وتاني يوم الصبح بتجر نفسها بس ضعيفة جدا. بتقف جنب شجرة وبيغمى عليها، وبعدها بلحظات بتفوق وبتشوف غزالة وبتحاول تنادي عليها بس بتهرب. بتمشي وراها حتى وهي بتجر نفسها، وبتوصل للمكان اللي سابوا فيه الكانو. بمجهود كبير بتقلب الكانو وبتجره للمية. حتى وهي ضعيفة بتعرف تجدف للناحية التانية، وبتوصل متعورة بس عايشة وبتنهار على الأرض. وبنشوف براد بيوجه كام سايح لما واحد منهم بيشاور على جين واللي مرمية على الأرض. بيجري ناحيتها علشان أخيرا ينقذها. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.